المنتخب يهدد شباك الأولاد من بعيد في الشوط الأول. كابتن شاذلي السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي، منتخب جنوب أفريقيا ليس بالمنتخب المخيف، أو بمعنى أدق هو محترم المنتخب المصري بشكل واضح جدا. كيف نستثمر هذا الاحترام وأيضا نفرض الكلمة العليا أفضل مما كان في الشوط الأول؟ هو طبعا احنا يعني جنوب افريقيا بيلعب الكرة اللي احنا بنحبها، يعني البطء، يمرروا الكور كتير بالعرض، مفيش ضغط رزل، مفيش ضغط على المنافس، مفيش احتكاكات، يعني حاجات كتيره قوي بتتعب اللاعب المصري مش موجوده في جنوب افريقيا. وبالتالي احنا بنشوف الراجل بتاعنا اهو بيمسك الكوره ويوقفها ويمشي 4-5 خطوات والراجل بيعطل، ما بيخشش عليه عشان يستخلص الكوره. دي بتريح اللاعب المصري. طيب. وصلنا بقينا 2 ضد 2، وبرضه احنا اللي بنستغل الكوره لان احنا مهاراتنا اعلى من لاعبي جنوب افريقيا في هذه النواحي. ما دام معليش ضغط، معليش حد بيستخلص مني الكوره، انا بلعب مستريح. وده اللي بيفرق بين الخبره وبين اللعيب الناشئ. احنا عندنا خبرات كويسه في نص الملعب، فلما بتديهم الفرصه بيستلموا الكوره وبينقلوا بيلعبوا الكوره بيبانوا بشكل جميل ومنظم يعني. طيب كابتن فاروق، اللي بيقوله كابتن شاذلي ده ما يخليناش نضغط بقى ونزود اوراقنا الهجوميه ونستثمر الفرصه ونقتنص 3 نقاط؟ يعني من المفروض ان احنا ما نندمش عليهم بعد اداء. لا مش من دلوقتي، جنوب يعني يعتبروا في متناول اليد دلوقتي. افكر اغير بعد 20 دقيقه ابدا اغير، لكن دلوقتي ما اقدرش اغير. طيب والاوراق اللي تتغير هم هيغيروا الاوراق مين يا كابتن؟ يعني انت لازم تزود عدد المهاجمين، لازم تلعب بمهاجم جنب شيكابالا واحد من نص الملعب. لو انت طموحك والفرقه فريق جنوب افريقيا فضل يستمر يلعب بنفس الاداء ان سيبك تتحكم في نص الملعب، لازم انت تطور من الاداء بتاعك بشكل كويس، ان انت تلعب مهاجم تاني زي ابو تريكه او لاعب نص ملعب مهاجم جنب ابو تريكه، وتشيل واحد من نص الملعب تخف في نص الملعب شويه، بجانب ان انت ممكن تطور الاداء المهاجم. لو سيد حمدي مش موفق ومش هيلعب في الصندوق، ممكن تلعب لعيب ان انت دلوقتي عندك نص الملعب اللي جايين من تحت هم اللي هيبقوا مؤثرين اكتر. لازم نهتم شويه بالطرف اليمين، ولكن في النهايه لازم نهتم جدا ان احنا ندافع كويس، وخصوصا ان احنا ما نبقاش عندنا افراط في النواحي البدنيه. ثانيا ما يبقاش عندنا افراط في الناحيه الهجوميه، يعني ما يبقاش المدافعين كمان بيزيدوا مع نص الملعب ونص الملعب بيزيد مع المهاجمين، ممكن تعمل جاب تعمل مساحه، تبقى هنا في شيء من الخطوره. لكن هو في توازن دلوقتي في الاداء، احنا ند كويس، هنبتدي نرتقي للشوط الثاني، ولكن لازم نحافظ على معدل اللياقه البدنيه. ان بعض اللعيبه هتلاقي من بعد 10 دقائق 12 دقيقه 15 دقيقه متوسط او معدل اللياقه البدنيه هيبدا ينزل. طيب كابتن محسن، ازاء عايزين نقول المعدل البدني اللي بيقوله كابتن فاروق انه ممكن ينزل، هل ممكن جهازنا الفني النهارده يقول والله تعادل افضل ويحافظ على فرص، ولا آن الأوان ان ال 45 دقيقه اللي جايه دي هي تفكير في الفوز فقط؟ لا، هو هيلعب على المضمون اولا، ثم هينتظر اي هفوات لفريق جنوب افريقيا. واضح ان جنوب افريقيا كما قلنا فريق يهاب منتخب مصر، وبالتالي فهو لا يهاجمه بعدد كبير من اللاعبين. صحيح مستحوذ اكتر، مسيطر اكتر في نص الملعب، لكن في الثلث الاخير ما فيش اي خطوره لفريق جنوب افريقيا، وبالتالي فالشق الدفاعي بيتعامل بشكل جيد. لابد انه حسن هينتظر لغايه ما يشوف من سيفقد لياقه في وسط الملعب على وجه الخصوص ثم يقوم بتغييرات. لكن اعتقد انه حتى الخروج بنتيجه التعادل فهي نتيجه جيده تبقي على حظوظ منتخب مصر، على اعتبار ان جنوب افريقيا ستحضر الى القاهره للعب مع منتخب مصر في القاهره، وبالتالي ففرص تحقيق الفوز على هذا الفريق هتكون اعلى، لانه اذا كان في ملعبه خايف من منتخب مصر فما بالك في مباراه في استاد القاهره اللي معروف بجماهيريته وبالرعب اللي بيمثله على الفريق الزائر. وبالتالي فاعتقد انه الاحتياط واجب، ولكن من الممكن اذا راى انه هناك انهيارات في دفاعات ووسط فريق جنوب افريقيا انه يعمل المبادره والمغامره باشراك عنصر هجومي في مركز راس الحربه اللي هو اعتقد ابو تريكه يكون الاقرب. الشباك نظيفه في الشوط الاول، فهل يحقق منتخبنا الوطني الهدف في الشوط الثاني؟ باذن الله الى ملعب المباراه.